اول حاجة هنعملها نفك سلك الاسبريتير ونفك جوز الكليبسات بتوع وش الاسبريتير. تمام، نطلع الوش على جنب. واهم خطوة تانية ان احنا نظبط الشاكوش على علامة مميزة او نقطة احنا نعرف نظبط عليها الاسبريتير. انا هنا بظبطه على المسمار. تمام، بعشق العربية الرابع وانزل اليد وحرك العربية قدام ورا لغاية ما اجيب الشاكوش على المسمار وابدأ افك بقى واطلع الاسبريتير. هنلاحظ هنا دلوقتي لما هاجي اطلع الاسبريتير هيطلع معانا بلفة. تمام، ده اهم حاجة لما تيجي تركب برضو هتحاول ان انت تظبطه وتنزله بلفة. لما ينزل باللفة دي يرجع على المسمار تاني، ودي اهم نقطة عشان النقطة دي لو خلفت منك بقية النقط وبقية الشغل اللي هيتعمل ملوش لازمة. ترجع تشبك المسمار وتشوف اهم حاجة الشاكوش مظبوط معانا على المسمار ولا لا. اهو بص كده، الشاكوش اهو، شاكوش الاسبريتير مظبوط على المسمار بالملي، مينفعش قدام ولا ورا يأخر يقدم كهرباء. نرجع نعكس خطواتنا. قفل وش الاسبريتير، كليبس الاولاني التاني، سلك الاسبريتير. دلوقتي نروح بقى نشوف العدة اللي احنا هنشتغل بيها. نفك عادة، فك جي ام، فيلر ورقة 50، مفتاح 7، مفتاح 8. تمام، تعالوا نشوف الشغل. هنا انا بشتغل بفتح الابلاتين والكوندنسر، طلعهم على جنب اجهزهم عشان اعرف اشتغل. بس انا هنا بشتغل بابلاتين وكوندنسر دينسو من ولا ياباني، اعلى حاجه في السوق حاليا، يعني ده اضمن حاجه، وهعمل لكم فيديو تاني اقول لكم الفرق ما بينهم. ماشي، هنا بجهز الابلاتين والكوندنسر على جنب، شيل الشاكوش وافك الكوندنسر. اول حاجه لو مسمار الكوندنسر ده وانت جاي تفك لقيته قافش معاك ممكن تديله دقه بسيطه بشاكوش خفيف علشان يفك معاك سهل. تمام، بنفك الكوندنسر القديم واسيبه متعلق زي ما هو، اجيبه على جنب واجيب الجديد اشبكه مع مكانه. الموضوع ده بيريح معاك وانت بتشبك علشان ما تفكش كل حاجة مع بعض وترجع تتلبخ، فبتبدأ خطوة خطوة. والموضوع ده مناسب للمبتدئين واللي أول مرة حابب يجرب. أهم حاجة الخطوات يمشي عليها بالملي وإن شاء الله تبقى العربية تمام وتدور معاه وما يبقاش فيها مشكلة ويوفر فلوس. تمام، ويا ريت لو الفيديو عجبك واستفدت منه تشترك معنا في القناة وتعمل لايك وتشيره على قد ما تقدر علشان يوصل لكل الناس. هنا بفك الصامولة بتاعته الاسبراتير علشان اطلع الابلاتين بس، واشيل الكوندنسر القديم واركب الجديد. هنا وشلت قديم وشبكت العروة بتاعت الجديد وركبتها، وهشبك الصامولة بس مش للاخر لان هي كده كده موصلة مع الابلاتين جوه، فكده كده هحتاج ان انا اطلع الابلاتين. هنا هطلع الريشة بتاعت الابلاتين. تمام، بعد كده هبدأ افك بقى جزء المسامير بتوع الابلاتين، ما بفكهمش للاخر، بهويهم بس يعتبر 3/4 لفة. تمام، واطلع الابلاتين كده سحب زي ما انت شفت. بعد كده ارجع هركب الابلاتين، بسند العروة بتاعت سلك الارضي علشان ارفعها لفوق وادخل الابلاتين من تحتها. موضوع سهل وبسيط بس محتاج تركيز بس. ويعني حتى لو انت بالنسبة لك يبين الفيديو سريع ممكن تبطأ وتعمل زوم على الاجزاء اللي انت ما انتش فاهمها او اللي انت ما انتش شايفها. موضوع سهل وبسيط. وابدأ اجمع جزء المسامير بتوع الابلاتين وبعد كده اجيب الفيلر علشان ابدأ اعاير بقى. قبل ما اعاير بجيب الكامة اول حاجة على الفبرة البني اللي في قبل في قلب الابلاتين، علشان دي اللي بتفتح الابلاتين. أو في 3 كامات بجيب اي كامة منهم على الفبرة، وابدأ اعاير الثغرة. بتتعاير على 50 في الفيلر. هنا كانت الثغرة واسعة شوية فبضيقها سنة وابدأ اعاير. اهم حاجة ان انت تحط الابلاتين، لا الابلاتين يخش تقيل ولا يبقى مرتاح يمين وشمال، يبقى الابلاتين داخل بالظبط على قد مكان الثغرة. وابدأ الوقت اغفر بقى على الابلاتين واحرق عليه. علشان كده خلاص انا خلصت عيار. خطوة مهمة جدا بعد ما تخلص عيار الابلاتين ان انت تمسح الريش بتاعته. بتجيب اي ورقة، انا بجيب ورقة نتيجة بس اهم حاجة تكون نظيفة ما تكونش عليها اي شحوم ولا اي حاجة، وتمسح الثغرة مكان الثغرة، بتفتح الابلاتين وتحط الورقة دي علشان لو في اي شحوم ولا حاجة ما يعزلش، وعلشان الابلاتين لما بيبقى جاي زيرو بيبقى عليه طبقة عازلة كده، دي بتنضفها. ارجع اركب الريشة تاني بقى في الفبرة زي ما هو ظاهر، واسند الريشة بالفبرة من ورا عشان ما يلفوش، وابدأ اجمع الصامولة من قدام واحرق عليها بالمفتاح ال8. في عربيات بيقع منها الصامولة ال8 دي فبيجيبوا صامولة 7 ويشبكوها مكانها، لان الصامولة دي سن 7 مخ 8. تمام، فعشان كده بقول لك هات المفتاح ال7 عشان لو راكبة عندك 7 كده. انا حرقت اهو وخلصت. بجيب بقى حتة شحم صغيرة
حراري، واقوم حاططها على العمود. وحته الشحم دي على قد ما هي صغيره على قد ما هي مهمه في تطويل عمر الابلاتين وتخليه يعيش معاك حبه حلوين. كده كده الابلاتين الدنسو بيجي مع حته شحم، والابلاتينات التانية بيجي معاهم، بس يعني حاول انت تحط منها جزء بسيط قوي لان بيبقى الشحم رديء، فبيتنطر ساعات على الابلاتين ويعزله، بيخليها ايه تعطل، تخلي العربيه تعزل. هبقى اعمل فيديو برضو بسبب الاعطال دي بعد كده. تمام كده دلوقتي انا خلصت بقى تركيب الاسبريتير، تركيب الابلاتين والكوندنسر. هبدا اغذي الاسبريتير بزيت علشان برضو ما يفش في بعضه، لان في سبريترات دايما تلاقيها صفرت من قلة الزيت. الحاجات دي المفروض كل يعني سنة 6 شهور اقل واجب واقصى واجب ان انت تفك الاسبريتير، حتى لو مش هتغير ابلاتين وكوندنسر يتغسل ويتنضف ويتشحم وياخد شوية الزيت بتوعه دول. لو شايفين الزيت نزل على الحدافات جوه اهو، سقى حدافات، صوت الاسبريتير ده كان خشن بعد ما خد شوية الزيت ده ناعم، نزل سقى الجلب والدنيا دي تمام. فاهم حاجه ان انت كل فتره تبقى تزيت حتى الاسبريتير، تديله شويه زيت تفكه وتركبه. في ميكانيكيه كتير ما بيرضوش يطلعوا الاسبريتير، فده بيبوظ الاسبريتيرات وهو داخل على 2000 جنيه دلوقتي، فده ضرر. انا بعد ما اديته الزيت بصفي الزيت الزياده علشان بس ما يبهدلش جسم المكنه. طبعا في جزء هينزل تاني بس ايه ما يزعلنيش في حاجه. تمام كده الاسبريتير خلص. ولو عجبك الفيديو ياريت تشترك معنا في القناه، تمام، وتعمل لايك للفيديو وتشيره على قد ما تقدر. معكم احمد زعتر، شكرا.